السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد من داخل كازاخستان. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين يا جماعة احتفالات عيد النوروز في كازاخستان. واحد من الاحتفالات المهمة جدا في مدينة الماضي بصفة عامة في كازاخستان. هو عيد النوروز وليه الكازاخستانيين بيحتفلوا بالعيد دوت؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. وانا النهارده في واحده من اجدد الحدائق اللي اتعملت جديد في كازاخستان، وهي حديقه حكايه الشعوب. ايه هي برضه الحديقه دي وايه هي قصتها؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فخليكم معايا وتابعوني. بصوا يا جماعه، أنا حاليا في واحدة من الحدائق اللي فتحت جديدة في مدينة الماضي، حديقة حكاية الشعوب. خلينا أوريكم النهاردة المهرجان عامل إزاي والأجواء عاملة إزاي. ده احتفال بعيد النوروز في كازاخستان. هعرفكم كل الحكاية وإيه هي الحديقة دي وليه الحديقة دي فتحت في كازاخستان جديد. لسه الحديقة دي يا جماعة مفتوحة جديد في كازاخستان، والنهارده الاحتفال بعيد النوروز في كازاخستان. زي ما انتم شايفين الاجواء، خلينا اوريها لكم كلها على الطبيعه. بصوا هنا هتلاقي في تماثيل. دي من الحاجات اللي هي الحكايات اللي هي الايه زي السندريلا عندنا في مصر مثلا، في الدول العربيه. الحاجات اللي هي اللي مش حقيقيه، قصص مش حقيقيه. وقصاد كل واحده من ديت من التماثيل دي بتحكي حكايه شعوب. زي ما انتم شايفين هنا كل واحده بتحكي حكايه شعوب. هتلاقي اكتر من 13 دوله في كازاخستان. أكثر من 13 دولة موجودين في كازاخستان. زي ما انتم شايفين الأجواء هنا عاملة ازاي. بيبقى هنا في حبة هدايا، وبيجوا يشتروا الناس من هنا كده. بيجيب الأطفال وملابس جديدة مع اللبس الكازاخستاني. زي ما انتم شايفين هنا. بصوا بقى، خليني اوريكم برضه هنا برضه حاجات زي الحاجات الكازاخستانيه. جميله جميله جميله. بيبقى في هنا سوق للاكل وللشرب والحاجات دي. بصوا حاجات الكازاخستانيه اهي. بصوا بقى، عاوز اوريكم حبه حاجات ازاي بيبقى عندنا. بص كده، بص دي هدايا كلها للاطفال. هدايا كلها للاطفال. بتيجي الاطفال هنا وبيشتروا لها هدايا، وبتبقى حاجات متنوعه. بصوا عامله ازاي هنا اهي. كلها حاجات بقى كازاخستانيه. دي حاجات زي الالعاب الكازاخستانيه بيغنوا عليها. بص كده يعني. بص كل واحده بتعمل صوت معين. وهنا بعد زي الخلاجه والحاجات التقليديه في كازاخستان. بص الدنيا عامله ازاي. الناحية اللي هنا في هنا بقى حبة حاجات مشغولات معمولة يدوية. بصوا ديت بتبقى طواقي كده معمولة يدوية، وبتبقى طبعا حاجات جميلة. وفي هنا هدايا للأطفال، دباديب، عرايس، قبعات. طبعا ده كلها بيبقى عرض هناك. بصوا في حاجات جميلة قوي هتلاقيها هنا. ديت كلها شغل يدوي يا جماعه. كل ده شغل يدوي بيتعمل احتفال. ودي برضه مشغولات. بصوا كده، بصوا دي عرايس وحاجات كتيره جدا هنا هدايا تقليديه. بصوا دي كلها مشغولات بتبقى معموله على الايد. بصوا عامله ازاي. برضه كمان دوت حاجات جميله جدا جدا جدا، معموله حلوه قوي قوي. ودي كلها بتتعمل احتفالا بيوم النوروز. طبعا هنا كل الناس. بصوا بقى الحاجات الجميله دي. هنا كل دوت مشغولات يدويه بيجوا هنا وبيعملوها في كازاخستان. فحاجه ممتازه بصراحه. بصوا زي ما انتم شايفين ده كلها حاجات مشغولات يدويه جميله في كازاخستان. بص الدنيا ده ستة
بصوا يا جماعه الناس عايز زي العسل. بص كده الحاجات دي جميله. بصوا كل دم شوكولات يدويه. وبصوا الحاجات العرايس دي حاجه جميله بصراحه. حتى الكتب يعني بصوا عاملينها زي نظام كتاب وفي نفس الوقت ديكور وشكله حلو. يعني ممكن تتعلق الحاجات ديت. بصوا كده ممكن تتعلق عندكم في مثلا تحطها في البيت زينه. شكلها طبعا جميل جدا. الحاجه معموله بشكل حلو قوي قوي قوي. بص كده دي اللي عاوز خواتم جبل حلقان. بص يعني مش هدايا بس للصغيرين، ده هدايا كمان للكبار. حاجه حلوه قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه الاحتفالات عامله ازاي. Celebration. О, молодец! Вообще в улыбках поздравлял, в кричалках и считалках. Дружно вместе все. Еще раз поздравляем друг друга и всех на свете. Наурезку Тимузин! Берге Музин! Спасибо, молодцы! Хоп-хоп, рахмет! طبعا حديقة حكاية الشعوب اتفتحت جديد في مدينة الماطي. هي مش كبيرة قوي بس هي من الحدائق المهمة جدا في كازاخستان. الحديقة دي طبعا منشأة ترفيهية وجديدة من نوعها طبعا في مدينة الماطي. اتفتحت في عيد الاستقلال بتاع مدينة الماطي. زي ما انتم شايفين هتلاقي فيه هدايا هنا وبيع هدايا للأطفال وللكبار. الحديقة جميلة جدا، صغيرة بس مش كبيرة لكنها حلوة. اتفتحت في يوم 16 ديسمبر في عيد الاستقلال بتاع كازاخستان. كمان هي تم إنشائها بناء على القصص الخيالية للعديد من الشعوب اللي بتعيش داخل كازاخستان. في طبعا حوالي 13 جنسية بيعيشوا داخل كازاخستان، زي الأوزبك وزي الكرغستان وزي الروس وزي الألمان وزي اليونان. ففي شعوب كتيرة يا جماعة عايشة هنا في كازاخستان. طبعا من ضمن الاحتفالات بتبقى في ألعاب للأطفال زي ما انتم شايفين، بتبقى في حاجات ترفيهية كتيرة للأطفال، في بيع هدايا بيع هدايا سواء للأطفال أو للكبار. كمان الحديقة هتلاقيها في مدينة الماطي في شارع خليولينا. بص زي ما انتم شايفين كده حاجات ألعاب بتبقى بداياتها كده للأطفال. بيحتفلوا طبعا في أنواع كتيرة، حاجات كتيرة وأنواع كتيرة للأطفال. بصوا زي ما انتم شايفين هنا حتى بصوا كده حاجات كتيرة قوي عاملينها للأطفال. وهتلاقي اللبس طبعا الشعبي بتاع كازاخستان. هتلاقي طبعا مجموعة متنوعة ترفيهية من الحاجات في كازاخستان. يعني حاجات ترفيهية داخل الحديقة حلوة قوي. طبعا الحديقة مش كبيرة لكنها جميلة. بيجي تلاقي الناس بقى بيشتروا الهدايا مختلفة ويحتفلوا براس السنة الجديدة. طبعا ده من داخل احتفالات عيد النورس في كازاخستان. عيد النورس يا جماعة واحد من الأعياد المهمة جدا وبيعتبروه راس السنة الجديدة عندهم في كازاخستان. مش بس بيبقى في كازاخستان، ده بيبقى كمان في كرغستان وأوزبكستان وإيران وروسيا، وكمان بيبقى في الهند. فالعيد ده اكتر من كذا دولة بيحتفلوا بيه. فطبعا الحديقة بتتفتح هنا كل يوم من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 8 مساء. بتلاقي في الحديقة تماثيل بتمثل 13 حكاية خيالية ل 13 دولة. زي ما انتم شايفين بتبقى فيها حبة تماثيل مختلفة، وقصاد كل تمثال بتحكي الحاجات الشعبية بتاعت البلد. بعد الألعاب при подготовке этих, кстати, костей осыпов не погиб ни один баран. بصوا كده Да, они из полимерных материалов, то есть гуманно все. Greenpeace одобрил, не стесняемся, подходим. ده بيحكي برضه حاجة من الحكايات اللي هي مشهورة. وهنا كل حاجة عن قصة يحكي الرمز بلد ايه قصة ايه. ده طبعا عن كازاخستان. وزي ما انتم شايفين الأجواء هنا
بص كده بيبقى فيها اجواء شعبيه باللبس الكازاخستاني، حاجه جميله. بص كده يبقى هنا زي دي طبعا في كازاخستان حكايه الخيم اللي هي الكازاخستانيه دي مشهوره جدا. زي ما انتم شايفين كله بيلبس اللبس التقليدي بتاع كازاخستان، حاجه جميله بصراحه. بص الدنيا عامله ازاي جميله. في حاجه تانية كمان هنا برضو هتلاقي اكتر من 13 تمثال. بصوا كده كل تمثال بيحكي قصة من القصص الخيالية المشهورة في كل بلد، وكل قدام كل تمثال هتلاقي من هنا اهو، هتلاقي دوت بيحكي عن القصة بتاعت البلد دي. زي ما انتم شايفين الاجواء جميلة بصراحة. في كمان من ضمن الفعاليات هتلاقي هنا في حبة اكشاك بتبيع عصاير، بتبيع اكل السندوتشات، يعني دوت محل هنا كده عصاير. بصوا كده، بصوا خليني اوريكم الدنيا عامله ازاي. دي من الحدائق اللي اتفتحت جديد في مدينه الماطي، بتحكي حكايه الشعوب، اسمها حديقه حكايه الشعوب. طبعا زي ما انتم شايفين هنا دوت بيبقى فيه محل بتاع عصاير من هنا، وفي دوت بيبقى محل بتاع بيبيع السندوتشات، وطبعا في حاجات بتبقى حلويات من هنا، ده بيبقى فيه شاي وقهوه وحاجات كتير. بصوا الدنيا عامله ازاي. طبعا ده في احتفال عيد النورس في كازاخستان، وده واحد من الاعياد المهمه جدا الموجوده في مدينه الماطي في كازاخستان. بيحتفلوا بعيد النورس. عيد النورس ده واحد من الاعياد اللي بيحتفلوا بيها في كازاخستان، مشهور جدا. ومش بس كازاخستان يا جماعه، بيبقى على مستوى 13 دوله، زي اذربيجان، زي كيرغيزستان، اوزبكستان، روسيا، الهند، كمان زي برضه ايران. هتلاقي كل حاجه لبس تقليدي بالزينه. في هنا حاجات برضه اكل سلمون، سمك زي ما انتم شايفين. برضه بص هنا زي عندنا حكايه جحا في الدول العربيه والحاجات المشهوره. بصوا هنا دي قدام كل تمثال بيحكي قصة من القصص الخيالية، وقصاد كل تمثال من هنا بيرشح لك التمثال ده بيرمز لأنهي دولة وإيه القصة بتاعته. بصوا بقى الأجواء جميلة حلوة جدا، وزي ما انتم شايفين في كل حتة بيبقى فيها التماثيل. ده طبعا أكل هنا كازاخستاني أهو. الجميل زي ما انتم شايفين كده جميل جدا. بصوا هنا برضو ديت تماثيل تانية بتحكي دولة تانية، وفي نفس الوقت هتلاقي برضو عرض القصة بتاعت البلد دي. فبصراحة الأجواء جميلة. فكرة الحديقة ديت هي حديقة بتجمع 13 دولة موجودين في كازاخستان وعايشين مع الشعب الكازاخستاني، وبتحكي في ال 13 دولة بيمثلوا زي ما انتم شايفين تمثال في كل حتة. كل تمثال بيحكي حكاية قصة خيالية من القصص الموجودة في كازاخستان، اللي هي أو من البلاد اللي هي عايشة في كازاخستان. ال 13 دولة زي ألمانيا، زي كيرغيزستان، أوزبكستان، زي الهند، زي ألمانيا، دول كلهم عايشين في كازاخستان. فالحديقة حديقة اللي هي حكاية الشعوب، كل واحدة بتحكي قصة من قصص. بصوا بقى الحاجات اللي هي الجميلة دي، بصوا الحاجات اللي هي بتاعت كازاخستان دي جميلة. بصوا هنا بيلبسوا لبس تقليدي، وفي نفس الوقت بتبقى فيه ألعاب ما بين الأطفال زي ما انتم شايفين. في هنا بيبقى في عليك كتير للأطفال. طبعا الأطفال بتلبس لبس جديد في كازاخستان، بيلبسوا الملابس الجديدة، بياخدوا أنواع من أنواع الهدايا. بصوا كده هوريكم، يعني بصوا كده هنا التمثال دوت بيحكي حكايه اهو برضه من القصص الخياليه في مدينه الماطي او في حديقه الشعوب. خلينا اوريكم الدنيا هنا. بصوا كده التمثال هنا بيحكي نفس الحكايه، وهنا بص كده الرمز بتاع القصه نفسها. فكل واحده
بتحكي حكايه الشعوب نفسها. طبعا فعاليات في كل حته جميله جدا. خلينا اوريكم بقى هنا. جميله جميله بجد. في نهايه الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبوني في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من داخل كازاخستان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.